وحشتوني قوي. اللي اول مره يشوفني انا رغدان. في الفيديو ده بقى هنعمل صينيه كفته رهيبه بجد. المكونات اللي في الوصفه دي بينهم تناغم رهيب، يعني في كل معلقه هتاخدوها هتروحوا في حته تانية خالص. انا مش ببالغ، انا متاكده من الكلام اللي بقوله، ومتاكده لو انتوا جربتوها هتعجبكم جدا وهتعملوها كتير. تنفع بقى على سفره رمضان او في اي يوم تاني عشان نجدد كده. تعالوا اقول لكم انا عملتها ازاي. بداية كده انا قطعت بتنجان وبطاطس حلقات وقطعتهم تخين شوية عشان لما يستووا مع الكفتة طبعا الخضار غير اللحمة فما يتهروش. جبت بقى اللحمة المفرومة، حطيت عليها توم، فصين توم متقطعين وبصلتين وسط وفلفل حامي، وسبت شوية من التوم هقول لكم هعمل بيه ايه. حطيت بقى 7 بهارات، حطيت اول حاجه 7 بهارات، وسبع بهارات سوريه وسبع بهارات عاديه، مش عارفه ليه بحب احط الاتنين مع بعض، وفلفل اسود وكمون وشويه قرفه صغيرين، وهنحط الملح. هنجيب بقى الخضار نقطعه. قطعت 3 طماطميات وفلفلتين الوان وبصلتين وسط حسب حجم الصينيه اللي انتوا هتعملوا فيها وحسب كميه اللحمه. قطعت البصل والطماطم والفلفل الالوان عشان نبتدي بقى نعمل الصينيه. طبعا البتنجان والبطاطس انا قليتهم في الاير فراير، تقدروا تقلوهم عادي او ترشوهم بزيت وتدخلوهم في الفرن براحتكم خالص. ابتديت بقى ارص الصينيه، رصوها زي ما انتوا حابين، بصل وطماطم وفلفل والبتنجان والكفته عملتها مدور كده عشان تبقى مدور زي الحاجات اللي انا قطعتها. ترصوها بقى كده ورا بعض او داير ما يدور زي ما انتوا حابين. بعد كده بعد ما رصيتها جبت معلقتين صلصة ومعلقتين صويا صوص وشوية مية، ربع كوباية مية، وحطيت توابل 7 بهارات وفلفل اسود وملح ومعلقة سمنة، وهنقلب كل ده مع بعضه وهنحطه فوق الصينية. وحطيت نص معلقة سكر عشان تعادل الحموضة بتاعت الطماطم. هبتدي بقى ارش الصوص ده على الصينية، وبعد كده خلاص هتبقى جهزت ان هي تدخل الفرن. غطيتها بورق فويل عشان ادخلها الفرن. هحطها الاول تحت ساعة الا ربع تقريبا، دي اول ما طلعت من تحت، وبعدين حطيتها في الشواية بقى شوية. هعمل الصوص عقبال ما تطلع من الفرن. استخدمت علبتين زبادي والثوم والفلفل الحامي، الثوم اللي كان متبقي اللي انا قلت لكم سبته حوالي اقل من نص فص ثوم وفلفل حامي، واستخدمت علبتين زبادي ومعلقه مايونيز. تقدروا طبعا تعملوا العدد او الكميه اللي انتوا عايزينها. على كل علبتين زبادي بتاخد معلقه كبيره مايونيز. حطيت ليمون وقلبت، وكده خلاص هتبقى جاهزة. تقدروا بقى تزوقوها زي ما انتوا عايزين. حطيت شطة وفلفل حامي عليها ورشة زيت زيتون، وكده الصوص اللي مع الأكلة دي بيليق جدا مع صينية الكفتة دي، هيبقى جاهز. كده خلاص الصينية طلعت من الفرن وكده كانت جاهزة. انا عملت معاها رز بشعرية، تقدروا تعملوا معاها رز ابيض او رز بسمتي او بطاطس محمرة او بطاطس ويجز كده في الفرن. تقدروا تاكلوها عادي بعيش هتبقى تحفة. والصوص الزبادي ده حكاية بجد. ونسيت اقول لكم حطوا ملح بسيط على الصوص بتاع الزبادي، واتمنى تجربوها لانها ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. وفي نهاية الفيديو احب اقول ميرسي بجد لاي حد بيتفرج على الفيديو لغاية اللحظة دي، وياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم. بحبكم قوي قوي قوي. باي باي.